هذا علي سيفو، أهلا بكم. لقد أردت في هذه الحلقة أن أكمل سرد تاريخ العالم من حيث انتهت الحلقة السابقة، بادئا بنشوء الأرض مرورا بنشوء الحياة وحتى ظهور الإنسان. لكن الحديث عن قصة وجودنا ما كان ليمر دون مواجهة عائق صلب عنوانه الجدل حول نظرية التطور. الحديث عن التطور يحتاج إلى جرأة وحذر، فهو موضوع حساس وجدلي ومليء بالأخطاء الشائعة وسوء الفهم. تشير استطلاعات الرأي إلى أن الغالبية الساحقة من العلماء يؤيدون التطور، بينما ينقسم العامة من الناس بين مؤيد ومعارض، وتختلف نسب المؤيدين والمعارضين حسب البلدان. في بعض الدول كاليابان وأوروبا يسود المؤيدون، ويتعادل الفريقان في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يتفوق المعارضون في الدول ذات الغالبية المسلمة كتركيا وإندونيسيا. أما هنا في عالمنا الناطق بالعربية فيبدو مؤيدو التطور أقلية غير محببة، ويحتاج أي حديث يدعم التطور إلى شجاعة وجرأة واستعداد لتقبل الاتهامات والإهانات وحتى الشتائم. ويكفي أن نذكر مثالا صارخا على هذا الواقع، أن نجد النسخة العربية من المجلة المعرفية المحترمة ناشونال جيوغرافيك وقد حذفت من أحد أغلفتها عنوانا فرعيا يدعم التطور كان موجودا في النسخة الأصلية. في هذه الحلقات سأقف على الحياد، سأتناول نظرية التطور بقدر ما أستطيع من الموضوعية، ولن أتخذ نحوها موقفا إلا بعد نهاية البحث. أقدم هذه الحلقات للباحثين عن الحقيقة حيثما أوصلتهم، الذين يريدون أن يعرفوا المزيد عن نظرية التطور والجدل حولها، الذين ليس لديهم مشكلة في رفض التطور إن بدا باطلا وقبوله إن بدا معقولا. أما المتعصبون لآرائهم ومعتقداتهم مؤيدة للتطور كانت أم معارضة فهم ليسوا مقصدي. سأتحدث في هذه الحلقة عن مصادر المعلومات، وهي مسألة أساسية عند البدء في أي بحث. في عالم اليوم تعددت مصادر المعلومات بشكل غير مسبوق، ينشر الكثير من المعلومات بمنتهى السهولة ودون رقيب، ويستقبل الكثيرون هذه المعلومات دون الاهتمام بمصدرها أو مصداقيتها. وفي موضوع جدلي كالتطور الأمر أكثر انفلاتا، إذ يعج بالمعلومات المتناقضة والأخطاء الشائعة والكلام الملقى على عواهنه. ففي هذا الكتاب المنشور مجانا والواسع الانتشار نقرأ: إن الأدلة العلمية تدحض الداروينية تماما وتكشف أن أصل وجودنا ليس التطور. إن نظرية التطور في مأزق لا تستطيع الفكاك منه. وفي كتاب آخر مجاني أيضا لنفس الكاتب نقرأ: حتى يومنا هذا لم يدعم هذه النظرية أي اكتشاف أو تجربة علمية. في حين نقرأ في هذا الكتاب العكس تماما: التطور هو حقيقة. إن الأدلة التي جمعها العلماء خلال قرن ونصف مضى تدعمها بشكل كامل، مؤكدة أن التطور قد حصل. ويقابل هذا التناقض في عالم الكتب تناقضا وضجيجا أكبر في وسائل الإعلام المختلفة. ما هيش قضية تطور أو لا تطور، التطور حقيقة، وهذا كلام العلم الآن ينفيه. النظرية باطلة، نظرية علمية محترمة جدا. هي خطأ، هي انحراف. النصوص الشرعية تدل على بطلان هذه النظرية. دي قضايا علمية، فما حدش يعترض عليها من غير متخصصين. تعارض نصوصنا الدينية، لا نجد دليلا واحدا. عشرات الأدلة وعشراتها هي فرضية، وفرضية لم تقدم بين يديها دليلا علميا. هذه أدلتها قوية صحيحة جيدة. نظريات ما تنقلبش إلى حقائق على حقائق علمية، لأنها تبقى نظريات ليست حقائق. هذا كلام مضلل تماما، كلام من لم يفهم النظرية، وكلام أيضا من لم يفهم الفرق بين الفرضية والنظرية والوقائع أو الحقائق. ما فيش أساس علمي صحيح لنظرية داروين على الإطلاق. كل ده مجرد افتراضات افتراضات لم تثبت بطريقة علمية قاطعة. قضية التطور عاوز أقول إنها حقيقة ثابتة علمية، إنها نظرية، والنظرية يعني افتراضات تخطئ وتصيب. دايما نفرق بين فرضية ونظرية. نظرية ثيوري يعني مكتملة، نظرية مش معناه إنه والله هذه فكرة أطروحة فرضية، لا مش بهذا المعنى. ما تقوليش بقى كان أصله قرد. هو ما قالش إن الإنسان جه من القرد. ليش الآن القردة الثانيين ما صاروا أوادم يعني بعد؟ في سنة كم أنت شفت القرد متحول لإنسان؟ بنقول لك قرد يا ابن القرد، وإلا أرجع للنظرية. فأن الإنسان قد خلق منذ البداية
في أحسن تقويم ولم يخضع إلى نظرية النشوء والارتقاء، أي أنه لم ينشأ من قرد. أصحاب كلمة مجرد نظرية ونحن لسنا قرودا وأجدادنا لم يكونوا قرودا، هؤلاء جهلاء. نظرية التطور هاي بنتركها للعلم، يا بتثبت يا ما بتثبت، إذا علميا تبطلها بطلها، تثبتها بتفرقش معنا أصلا. إن الفيصل الذي سيفرق الغث من السمين بين كل هذه الفوضى هو القدرة على التفريق بين المصادر العلمية الموثوقة والمصادر غير الموثوقة. مصادر المعلومات بشكل عام هي 3 أنواع: مصادر معلومات أولية، ومصادر معلومات ثانوية، ومصادر معلومات ثالثية أو من الدرجة الثالثة. المصادر الأولية هي المادة الأصلية للمعلومات عندما ظهرت أول مرة. مثلا المصدر الأولي لرواية ما هي الرواية نفسها. والمصادر الثانوية هي المصادر التي تأخذ المعلومات عن المصادر الأولية وتشرحها وتعلق عليها، كالكتب والمقالات المنتشرة في المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية. مثلا مقالة نقدية عن الرواية. ويمكن للمصادر الثانوية أن تأخذ المعلومات عن مصادر ثانوية أخرى. أما المصادر الثالثية فهي مصادر تنقل المعلومات عن الأولية والثانوية وتقدمها بشكل ملخص ومكثف، والمثال الشائع لها هي الموسوعات والقواميس. قد يكون تحديد نوع المصدر ملتبسا أحيانا، فيمكن لمادة ما أن تكون مصدرا أوليا في سياق ما، ومصدرا ثانويا أو ثالثيا في سياق آخر. مثلا يعد قاموس أكسفورد مصدرا ثالثيا، لكنه يصبح مصدرا أوليا في مقالة تتحدث عن تاريخ قواميس أكسفورد وأنواعها. تختلف طبيعة المصادر الأولية حسب مجال الدراسة. مثلا في الرسم والنحت تكون المصادر الأولية هي اللوحات والمنحوتات الأصلية. في التاريخ قد تكون يوميات أو رسائل أو وثائق رسمية أو صحف قديمة. في الأدب هي الأعمال الأدبية الأصلية. أما في العلم تكون المصادر الأولية هي المواد والأبحاث العلمية الأصلية الغير مسبوقة عادة، والتي لم تخضع للتحليل والتفسير، مثل الأطروحات الأكاديمية وبراءات الاختراع ومحاضر اجتماع المؤتمرات العلمية. أفضل هذه الأبحاث تنشر على شكل مقالات في مجلة علمية مدققة peer reviewed، حيث يقوم هذا النوع من المجلات بعملية تدقيق ومراجعة صارمة للأبحاث قبل نشرها، ما يجعلها أفضل مصدر للمعلومات حول المواضيع والاكتشافات العلمية الحديثة. لكن تكتب هذه الأبحاث عادة بلغة اختصاصية مختصرة وتركز على دراسة جانب محدد فقط من موضوع علمي ما. لذا لفهم الموضوعات العلمية بشكل عام وشامل نلجأ إلى المصادر العلمية الثانوية والثالثية كالكتب والمقالات والموسوعات. لكن ليست جميع هذه المصادر موثوقة، بل يجب تقييمها وفق معايير محددة للتحقق من موثوقيتها. سأشرح هنا معايير تقييم الكتب، ويمكن تطبيق نفس المبدأ على باقي أشكال المصادر الثانوية والثالثية. أولا الناشر. أحد أهم المعايير في تقييم الكتب هو هوية الناشر. هناك عدة أشكال لدور النشر تختلف بدرجة أهميتها وموثوقية منشوراتها، وهي قد تكون مؤسسات علمية أو مراكز أبحاث. تعد منشورات هذه المؤسسات من أهم المواد العلمية وأكثرها موثوقية، لأنها تكتب وتدقق من قبل خبراء في نفس المجال. أو مطابع جامعية. المطبعة الجامعية هي دار نشر مرتبطة بالجامعة مباشرة، وترتبط سمعة منشوراتها بسمعة الجامعة نفسها، وتعتبر منشورات مطابع الجامعات المرموقة على درجة عالية من الموثوقية. لكن يجب الانتباه، ليس كل ما تنشره المطبعة الجامعية يجب أن يؤخذ على أنه موثوق 100%، فأحيانا تنشر كتبا ذات شعبية قد لا تكون دقيقة وموضوعية بشكل كامل. وهناك دور نشر حكومية. بعض المنشورات الحكومية تكون في غاية الأهمية، وبعضها الآخر يكون منحازا تماما وله أهداف سياسية أو عقائدية. ولدينا أيضا دور النشر التجارية. يوجد عدد لا يكاد يحصى من المطابع التجارية حول العالم، لبعضها سمعة ممتازة، لكن مع ذلك يجب الحذر عند التعامل مع منشوراتها والتحقق من باقي المعايير عند التقييم. بعد التحقق من موثوقية الناشر، من المهم الاطلاع على تاريخ النشر، ففي المسائل العلمية يتوجب في كثير من الأحيان أن تكون المعلومات حديثة. ثم ننتقل إلى معيار بالغ الأهمية، ألا وهو مؤلف الكتاب. وعند هذا المعيار نسأل: هل الكاتب خبير فيما يكتب؟ أين يعمل؟ ما هي سمعته؟ ما هي مؤلفاته الأخرى؟ هل لديه جوائز أو تكريمات؟ هل يقدم في الكتاب أفكارا تخالف الإجماع العلمي؟ ولا بد لأي كتاب بحثي غير روائي أن يحتوي على قائمة مراجع واضحة وكافية،
وأن يعرض المعلومات بشكل موضوعي بعيدا عن التضمينات العقائدية والإيديولوجية كطرح الآراء الدينية أو السياسية مثلا. وفي الكتب العلمية بشكل خاص يمكن الجزم بأن إبداء أي رأي ديني أو سياسي أو حتى أخلاقي يلغي مصداقية الكتاب تماما مهما كان شأن مؤلفه. إضافة إلى ما سبق، هناك معايير أخرى قد لا تؤثر على موثوقية الكتاب بشكل مباشر، لكن تؤثر على جودته كالتنسيق والأسلوب والرسوم التوضيحية. بالنسبة للمقالات العلمية المنشورة في الصحف والمجلات ومواقع الإنترنت، كقاعدة عامة المقالات المنشورة في الصحف لا تعتبر مراجع موثوقة. أما المجلات فهناك نوعان رئيسان: المجلات العامة magazines والمجلات العلمية scientific journals. المجلات العامة تحتوي مقالات وصورا حول مواضيع عامة أو تجارية، أما المجلات العلمية فتحتوي مقالات يكتبها مختصون وخبراء وتستهدف جمهورا مختصين من باحثين وأكاديميين. المقالات الأكثر موثوقية هي التي تأتي من المجلات العلمية، لكن لا تخلو المجلات العامة منها. وفي جميع الأحوال وأيا كان مصدر المقالة يجب تقييمها بمثل معايير تقييم الكتب كهوية المؤلف والموضوعية وتاريخ النشر وغيرها. سأقوم فيما يلي بتقييم 4 كتب شائعة في عالم التطور تمثل نماذج لمعظم الكتب عن هذه النظرية. الكتاب الأول: العلم والتطور والخلقوية. الناشر مطبعة الأكاديميات الوطنية الأمريكية، هي مطبعة أحد أهم المنظمات العلمية في العالم. تاريخ النشر سنة 2008. المؤلف لجنة خبراء في مجال الكتاب، وتمت مراجعته من قبل خبراء آخرين في نفس المجال، فهو كتاب موثوق بدرجة عالية جدا. الكتاب الثاني: لماذا التطور حقيقة. الناشر مطبعة جامعة أكسفورد، وهي أكبر مطبعة جامعية في العالم وذات سمعة عالمية مرموقة للغاية. تاريخ النشر سنة 2009. المؤلف جيري كوين، حاصل على شهادة الدكتوراه في علم الأحياء من جامعة هارفارد، ويعمل حاليا أستاذا في قسم علم البيئة والتطور بجامعة شيكاغو. إذن هو خبير في مجال الكتاب، وله مقالات علمية عديدة منشورة في أهم المجلات العلمية مثل نيتشر وساينس، ويحظى الكتاب بمراجعات إيجابية جدا من قبل العديد من الخبراء في نفس المجال. النتيجة هو كتاب موثوق بدرجة كافية. الكتاب الثالث: صندوق داروين الأسود. الناشر فري بريس، وهي مطبعة تجارية لكنها شهيرة وذات سمعة حسنة. تاريخ النشر سنة 2006. المؤلف مايكل بيهي، حاصل على شهادة دكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة بنسلفانيا، ويعمل حاليا أستاذا في قسم علوم الأحياء بجامعة ليهاي في بنسلفانيا. إذن هو خبير في مجال الكتاب، وهو زميل بارز في معهد ديسكفري المناصر لأفكار التصميم الذكي. تعرض الكتاب لانتقادات عديدة من قبل خبراء في نفس المجال، ويؤكد المؤلف أن معظم زملائه يعارضونه، وتؤكد الجامعة التي يعمل بها دعمها للتطور، وتتنصل من موقفه قائلة إنه المنشق الوحيد عن رأي الجامعة. وبالتالي بالرغم من أن الكاتب خبير في مجال الكتاب، إلا أنه في كتابه هذا منشق عن التيار العلمي السائد، ولا يقبل كتابه في الأوساط الأكاديمية. الكتاب الرابع: خديعة التطور. الناشر طه بابليشرز، وهي مطبعة تجارية غالبية منشوراتها ذات طابع ديني. المؤلف هارون يحيى، درس الفنون الجميلة في جامعة معمار سنان بإسطنبول، ولا يشغل منصبا أكاديميا في أي مؤسسة علمية معترف بها. إذن هو ليس خبيرا في مجال الكتاب. يفيض الكتاب بالعبارات العقائدية والعاطفية، ومعظم كتب المؤلف ذات طابع ديني وعقائدي، وتتلقى مؤلفاته المتعلقة بنظرية التطور مراجعات سلبية للغاية من قبل خبراء في المجال، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هذا الكتاب غير مقبول أكاديميا. في المحصلة، جميع المصادر العلمية الموثوقة تدعم التطور، وأي مصدر يرفض التطور مهما كان شأن مؤلفه يعد منشقا عن التيار العلمي السائد، وبالتالي غير موثوق. هذا هو الواقع. الإجماع العلمي اليوم يدعم التطور بشكل حاسم. تقول الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، وهي أكبر منظمة علمية في العالم: التطور هو أحد أقوى المبادئ في العلم الحديث. وتقول في بيان آخر: لا يوجد تعميم علمي مدعم بالأدلة
أقوى من التطور. وتقول الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، وهي أحد أهم المنظمات العلمية في العالم: كان علم الأحياء التطوري ولا يزال يشكل حجر الزاوية في العلم الحديث. وتؤكد في منشور آخر: الإجماع العلمي حول التطور ساحق، لكن البعض لا يقبل هذا الواقع ولا يعنيه الإجماع العلمي، فالعلم متغير، وكثيرا ما غير المجتمع العلمي من رأيه خلال تاريخ العلم، وكثيرة هي الأفكار التي لاقت في الماضي إجماعا علميا بحيث كان يعد كل من يعترض عليها منشقا أو منبوذا، ثم ثبت بطلانها لاحقا. وبالنسبة لمعارضي التطور سيكون هذا هو مصير النظرية. في الواقع تشكل هذه الأفكار وغيرها الأسس التي يقوم عليها الجدل حول نظرية التطور، وسأبحث في هذه الأسس دون إهمال أي تفصيل. سأناقش في الحلقات القادمة كافة جوانب نظرية التطور: ماهيتها، تاريخها، أدلتها، آلياتها، تطبيقاتها، والاعتراضات عليها. وعلى الرغم من أن الإجماع العلمي يدعم التطور تماما، إلا أنني سأبقى متشككا في هذا الإجماع حتى نهاية البحث، بغية أن أصل في النهاية إلى قرار موضوعي معقول وحاسم بشأن هذه المسألة. شكرا للمتابعة.